الصحة تاج. مرحبا بكل المستمعات ضمن هذه الفقرة الصحية. هذه الفقرة الصحية اللي غادي نديروا فيها موضوع في غاية الأهمية اللي كيهم كل النساء، خاصة ما كتعلق بالصحة الجسدية وكذلك النفسية للمرأة ما بعد الولادة. إذن اضطرابات على المستوى الجسدي، اضطرابات على المستوى النفسي كتعاني منها مجموعة من النساء. غادي نديروا هذا الموضوع صحبة دكتورة سلوى أموراق، أخصائية في طب النساء سارة أموراق، أخصائي في طب النساء والتوليد، وكذلك سي حمدي التريعي، دكتور وأستاذ الفلسفة والعلوم الإنسانية. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا، مشكورة دائما على تلبية الدعوة لأول مرة. شكرا. صباح الخير بالنسبة للمستمعين والمستمعات. نعم، بحال اللي قلتي، الحمل والأمومة هما من أغلى وأهم المراحل اللي كتبرميها المرأة في الحياة ديالها، وكتبقى بيان سور كاينين واحد التغييرات جسديه ونفسيه اللي كتعرض لها الامومه. مطلب كل شيء كيتمنى تكون ام وتنعم بديك الاحساس ديال الامومه وتاخذ الرضيع ديالها. ولكن كاين هناك ربما حالات كتوقع ما في الفتره ديال الحمل وما بعد الحمل، خاصه لما كتعلق الامر بالتغيرات ربما الجسديه الفيزيولوجية. على أي غنحيي سي حمدي التريعي. مرحبا بك سي حمدي. مرحبا أستاذة عزيزة، تحياتي للمستمعين والمستمعات راديو إذاعة طنجة، وبالضبط المستمعين والمستمعات برنامج صباح الخير طنجة. مرحبا سي تريعي، مشكور دائما على تلبية الدعوة وعلى كل ربما كتشاركنا في مجموعة من الاقتراحات ومجموعة من المواضيع اللي كتهم المستمع الكريم. إذا غنرجعوا في البداية للدكتورة سارة أموراق اللي غادي تحاول تقربنا من الولادة. إذا الولادة كاين هناك أنواع ديال الولادة، ولكن على حسب كل حالة على حدة. كاين اللي كيولد بشكل طبيعي وكاين اللي كيولد بولادة قيصرية، والكل حالة عندها أسباب معينة والكل حالة عندها سلبيات وإيجابيات. نعم، إذا الولادة بصفة عامة عند كل النساء كما كنعرفوا كتولد ولادة طبيعية، ولكن قبل بالولادة كان هناك أعراض كتعاني منها المرأة. نعم، بالنسبة للولادة الطبيعية بيان سور هي الولادة هي الأساس. هي الولادة اللي كتتم من دون أي تدخل جراحي، ويتم خروج الجنين عبر الطريق التناسلي. الولادة القيصرية هي الولادة التي تتطلب تدخل جراحي، وهنا عندنا جوج ديال الولادات القيصرية، إما كتكون بروغرامي ستادير مبرمجة، يعني كنكونوا عارفين بأن هذه السيدة ضروري خاصها عملية قيصرية وكنعطيوها الغونديفو ديالها فوقاش هتولد، ولا ولادة قيصرية كتكون مستعجلة، يعني تتطلب تدخل جراحي مستعجل. كتكونش المرأة عارفة بأن غتولد بطريقة قيصرية في النهار ديال الولادة. اكزاكتومون، كتكون غاديه على اساس ولاده طبيعيه وكتطلب تدخل استعجالي، اما من اجل انقاذ المراه او الجنين ديالها من مضاعفات الولاده الطبيعيه. نعم. بالنسبه للتغييرات الجسديه اللي كتحدث في الولاده، نهضروا على التغييرات اللي كتحصل في اثناء الحمل، لانها بزاف ديال الحاجات. في بدايه الحمل بيان سور المراه كتبدا تحس بتعب شديد، الرغبه في النوم، تقلبات المزاج اللي كنظن يهضر عليها الدكتور حمدي. الحاجه في التبول مرات عديده، تورم في الثدي، وغثيان الصباح. بالنسبه للاواخر الحمل كيكون ضيق في التنفس، رخاوه في المفاصل، وجع الظهر هو اللي كيعانيوا منه بزاف ديال لي فام، لانه كيكون راجع للزياده في الحجم ديال البطن ديال الحامل، وبالتالي كيكون انحناء في العمود الفقري حتى يتوازن البطن مع الجسم ديالها. ولتفادي هذا الالام في الظهر يجب على المراه الحامل عدم رفع الاشياء الثقيله. الانحناء فاش تبغي تحني المراه خاصها تحني الانحناء يكون من الركبتين ماشي من الخصر. ارتداء احذيه داعمه ومسطحه، ووضع حزام البطن او حزام الامومه اللي كيعاونهم بزاف. من بين التغييرات الجسديه اوسي هما داك الدوالي الورديه اللي كيعطيو الام بزاف، ولتخفيف هذا الالام يجب ارتداء الجوارب الطويله الدائمه اللي هما لي با دو كونطونسيون، الراحه مع رفع الساقين، والاستلقاء على الجانب الايسر اللي هي لا بوزيسيون اللي كيرتاح فيها حتى الجنين. مشاكل في الفم والاسنان
بحال النزيف ديال اللثه، لان ملي كيكون اما التغذيه ما كتكونش متوازنه وفيها واحد لابور اللي هو جورنالي كافي من الكالسيوم، يتم استخلاص الكالسيوم من الاسنان باش البيبي كيقد ياخذ الكالسيوم ديالو. دونك كتكون المراه دائما اما في الحمل ولا من بعد الولاده كيكون عندها اما نزيف في اللثه ولا تسوس الاسنان ما بعد الولاده. التغييرات ايضا على مستوى الجلد، وهما الاشياء العلامات اللي كتزعج المراه بزاف بحال تصبغ البشره، سورتو او نيفو ديال لو فيزاج بحال الكلف، ولا ديك العلامات تمدد البطن اللي هما لي فيرجيتور اللي كيكونوا راجعين لزياده في الهرمون ديال الكورتيزول، وايضا النقص الكولاجين على مستوى البشره. التغييرات اللي كتحدث بالنسبه للولاده، في الولاده الطبيعيه كيكون عندنا ارتخاء عضلات المهبل، ومما يؤدي الى توسع وترهل المهبل. كيوقع بعض المرات تمزق في المهبل ولا قص العيجان اللي كي ليبيزوتومي اللي كيديرها طبيب النساء والتوليد ملي كيحس بان يقد يوقع شي تمزق في المهبل. سلس البول الاجهادي اللي هي لانكونتينونس اورينير دي فور اللي كتكون بنسبه كبيره في الولاده الطبيعيه وكتزاد مع عدد الولادات الطبيعيه اللي كيكونوا، والالام بعض المرات كيكونوا الام اثناء العلاقه الجنسيه. بالنسبه للولاده القيصريه العلامات اللي كيبقاو ظاهرين في الجسم هما الندبه ديال الجراحه وسلس البول الاجهادي، واخا كيكون بنسبه قليله بارابور للولاده الطبيعيه. اذا هذا ايجابيه ربما ديال الولاده القيصريه ان ما كتعانيش من ديك سلاسات البول، ما كيكونش بزاف. نعم. هذا اذا فتينا بمجموعه من العوامل الاخرى ربما كنذكروا مثلا كان السكر الحامل كيظهر كدار البواسير مثلا، مجموعه من، ولكن اللي كيهمنا اليوم هو الجانب ديال ربما على مستوى مثلا الجهاز التناسلي ملي كيكون كتكون ديك البوله كتحصر ولا المراه ما كتشدش ديك البوله كتفلت ولا كتفلت لها الا ضحكات ولا الا سعلات. نعم. شنو الاسباب ديال هاد الاعراض هادو دكتوره؟ الاسباب هما بحال اللي قلت ارتخاء العضلات ديال كترخاء. نعم. كثره الولاده، ما كتكونش ولاده الاولى الثانيه الثالثه، شحال ما تزادوا الولادات شحال ما كتكون هاد، ولكن المراه ما كتكونش على وعي على هاد كتكون ربما كتكون ان مساله طبيعيه ما كتراعي لهاش الاهتمام. سي سا، لان دابا كنلاحظوا هادشي اون كونسلطاسيون، كتكون المراه كتعاني من هاد المشاكل هادو وكتعتبرهم بانهم شي حاجه اللي هي طبيعيه من بعد الولاده. كنبقاو حنا كنقلبوا عليهم وكنسولوهم وكنفسروا لهم بانه هاد المشاكل هادو يمكن لهم يتعالجوا دابا، لان كاينين تقنيات اللي هما حديثه اللي هي تقنيات فعاله امنه وبدون جراحه وبدون وكتستمر دائما ولا كتكونوا كل مره كتجددها. قبل ما نهضروا على التقنيه نعم. المرأة دائما كتخوف من هذا، لأن كتبقى ديك المنطقة منطقة حساسة، ما كيمكنش ربما تلتجأ للطب هذاك كيدخل في طب التجميل. طبعا الطب التجميل النسائي لأنه تقنيات بحال اللي قلت لك حديثة، مازال بزاف ديالات ما واعيينش بها، ما عارفينهاش. إذن هاد التغييرات العديدة اللي كتعاني منها المرأة سواء في الثلاث أشهر الأولى ولا الأخيرة ولا ما بعد الولادة، تغييرات ربما كتشوفها هذه كما كنقولوا الضريبه ديال الامومه هذه ومأجور عليه ان شاء الله. هذا هو الهدف. ولكن لما كتعلق بالجسد ديالها المراه كتبقى حريصه على داك الجسم ديالها يبقى كما هو، ارضاء للرجل وارضاء حتى النفسيه ديالها انها كتحقق واحد كتكون مرتاحه هي نفسيا، كتكون مرتاحه ملي كيكون اذا الاعراض الاخرى يمكن نتجاوزوها مثلا على مستوى الثدي، على مستوى اللي كتعلق الامر بداك ارتخاء ديال العضلات ديال لان كيأثر على العلاقه الجنسيه، كيأثر حتى على الصحه النفسيه ديال المراه. نعم اكيد كيجيو منهارين بعض المرات. نعم. اذا هاد المساله هذه يمكن المراه تداركها، هاد الارتخاء ديال العضلات ديال نعم ويمكن لها تداركها بدون ديال الرحم وبدون وبدون ديال المهبل وبدون تخدير. احدى التقنيات المستعمله دابا في العديد من الدول هما لو لازير فاجينال.
هو الاستعمال لو لازير اللي الحراره اللي كيولدها كتسبب في تنشيط وتكثيف انتاج الكولاجين، مما يعيد الى المهبل القوه ديالو والترطيب ديالو. رجعنا كنهضروا ديرنييرمون على لو راجونيسمون فاجينال اللي هو تشبيب المهبل وكيعطينا تقويه جدار المهبل. لو لازير فاجينال ايضا يمكننا نستعملوه في تفتيح المنطقه الحساسه لان كيكونوا تصبغات جلديه. يمكن كنهضروا اوسي على تحسين مظهر علامات تمدد الجلد اللي هما لي فيرجيتور، كينقصوا لي زاتينو حتى ما كيبقاوش يبانوا تقريبا بارابور لابو العاديه اللي كانت. نعم. الوغ من بين التقنيات اوسي الحديثه اللي كاينه هما البي ار بي فاجينال، والبي ار بي دابا كيستعملوها كثيرا بالنسبه في الشعر، كتعطي دي ريزولتا. رجعنا كنستعملوها حتى بالنسبه للمهبل، وهي ابره البلازما الغنيه بالصفائح التي يتم حقنها في المهبل للحد من جفاف المهبل، لان افكتيفمون كتعطينا واحد الترطيب ديال المهبل. الترطيب ديال المهبل اوسي لان بزاف ديال الفام سواء من بعد لاكوشمون ولا من بعد لا مينوبوز تيعانيو من جفاف ديال المهبل اللي كيخليهم يعانيو من الالام اثناء الجماع. دونك يمكننا نستعملوا اوسي الحقن ديال كتم اعاده تنشيط المنطقه الخلايا. دونك كيمكننا نحقنوا اوسي لاسيد هيالورونيك، حمض هيالورونيك اللي كيعمل على ترطيب المهبل. وهذا التقنيات الحديثه ما كيكونوش عندهم اثار جانبيه، ولكن بطبيعه الحال خاصهم يداروا عن طريق عند طبيب نسائي مختص في النساء والتوليد والتجميل المهبلي. وكنديروا اذا ما كايناش غير تقنيه واحده، كاينه تقنيات متعدده كيف ما شرتي بحال اللازر. كل على حسب الحاله ديال كل باسيونط. وبعض المرات كاينين بعض الحالات اللي كيحتاجوا اننا نكومبينيو هاد لي تكنيك كاملين كنديروهم كاملين باش بوغ افوار. اذا نديروا اللازر وبي ار بي وحمض الهيالورونيك كلهم. نعم. اذا عبر مراحل، عبر حصص. نعم. وبيان سور قبل ما كنديروا هذه التقنيات ضروري من فحص طبي عند طبيب النساء والتوليد، وتكون المراه متبعه، يعني كتكون كدير لي فخوتي ديالها، المسح ديال عنق الرحم كتكون ملي كيكون نورمال عاد كيمكننا نديروا هذه التقنيات هادو. كتكون خاليه من الامراض، ما تكونش لانفيكسيون بيان سور، ويكون الفخوتي ديالها نورمال. كيمكننا نديروا هاد لي تكنولوجي. نعم. ويمكن تكتفي مثلا بنوع واحد، مثلا بلازر ولا بي ولا. نعم. اكزاكتومون على حسب حنا فاش كنديروا ليكزامان ديالنا كنعرفوا شنو هي لا تكنيك اللي هتحتاجها هاد المراه اللي باش تعطيها دو بون ريزولتا. نعم. وما كاينش شي تاثيرات جانبيه اعراض جانبيه اون جينيرال نو ما كيكونوش ملي كيكون لا بون تكنيك اوتيليزي. وبالنسبه للمراه مثلا اللي واصله مينوبوزي مثلا ما كتكونش صالحه لها هذا سي نعم. ما كاينش شي تاثير عليها. نعم. حيت هادشي ماشي سي با هرمونال، ماشي شي حاجه اللي هي هرمونيه، كيمكن لها تستعملها المراه. نعم. اذا هذا تشبيه المهبل سواء بالنسبه كيزول داك الارتخاء اللي كاين، ما كيبقاش داك سلاسل البول، ما كتكونش ديك الرغبه مثلا دائما ما كيكونش سلاسل البول اجهاديه، لان المراه ملي تضحك ولا ملي تعطس ولا ملي تسعل ما هتفلتلهاش البول، ما يكونش. لان الاغلبيه النساء تمشي الفكره ديالهم للجانب الجهاز البولي، ربما ما كيفكروش ان راه المشكل جاي من مثلا من الجهاز التناسلي ولا بحيث هذاك سلاسل البول هو اللي كيديرونجيهم بزاف. لان كتحس بالتغيير قبل الولاده ومن بعد الولاده. يعني هما كتكون هما اللي كيجيونا بزاف لا كونسلطاسيون. هذا هو الاعراض اللي كيجيو بزاف. من بعد فاش كنبقاو نسولوهم عاد كيقولوا لك افيكتيفمون راني كنحس براسي ما بقيتش كيف من قبل، راه كاين شويه ديال الارتخاء. عاد هما كيبقاو يعاودوا، ولكن ما كيكونش هو الاساس ديال لا كونسلطاسيون. نعم. اذا ربما هذه المساله هذه كتبقى طابو بالنسبه للنساء، ما كيحاولوش كيعتبروها عاديه وكيتعايشوا معاها. ومثلا ربما ما كيكونش عندهم واحد الجرأه باش يمشيو عند الطبيب، وكيتخوفوا وما ربما ما كما كنقولوا كيرضاوش يقولوها للشخص الاخر ولا كيعتبروها. نعم. وهذا هو الهدف من هذه البرامج بحال هكذا، باش كيعاون يوعيو المراه
المراه بان هادو شي حوايج اللي يمكننا نعالجوهم نعم. وطريقه العلاج امنه يعني- وفعاله وبلا مشكل. نعم، بين مجموعه من النساء ما عارفينش هذه المساله هذه ديال اكزاكتومون، بحيث هادو تقنيات اللي هما جديده مم. حتى في الدول المتقدمه يلا هادشي عاد بداو يديروه. نعم. اذا ربما كيعتبروا ان كتدخلوا في مسائل ديال الجميل، ماشي ما كتلامش مثلا الصحه ديالهم ولا التفادي هذه الاعراض ديال سلاسل البول وغيرها. نعم. غنرجعوا للنصائح اللي خصنا نعطيوها للنساء في هذا المجال هذا، لان هذا الشيء كتمس الصحه ديالهم، لان اللي بقات هذه المساله هذه كتزيد كتطور حتى المراه نعم. كتوصل سورتو مع عدد الولادات الطبيعيه، وإلا خلات هذا المشكل ديال السلاسل البول الاجهادي مع المده غادي تبقى دير الحفاضات، غدير واش ما غاديش سورتو من بعد لا مينوبوز كيكون نقص في الهرمونات وكيزيد هاد الحده ديال هاد المشاكل كتزاد. دونك النصيحه ديالي خليو النصيحه بعد ما نشوفوا الجانب النفسي اللي سمحتي دكتوره دكتوره سلوى. شوفوا ساره، عفوا مشى الاسم ديالي الدكتوره اخرى. نعم. سي حمدي تريعي، مرحبا بك مجددا. نعم. اذا كنعرفوا ان الجانب، نعم، اذا غادي نتناولوا هذا الجانب هذا، الجانب النفسي او الصحه النفسيه للمراه بعد الولاده، بعد ما تعرفنا مع الدكتوره ساره على مجموعه من النقاط اللي كتمس الصحه الجسديه، والحمد لله كاينه هناك ربما حلول ناجعه لتفادي مجموعه من الاعراض اللي كتعاني منها المراه سواء في فتره ديال الحمل او ما بعد الحمل. نبقى مع دائما على موجات حتى المملكه المغربيه من طنجه. تكلمنا مع الدكتوره الاخصائيه في امراض النساء والتوليد وتجميل الدكتوره ساره اموراق، اللي قربتنا من مجموعه من الاعراض اللي كتعاني منها النساء في اثناء فتره الحمل وبعد الحمل، وكذلك اهم الاسباب اللي كتؤدي لارتخاء ديال العضلات ديال الرحم، وطرحنا مجموعه من الحلول اللي يمكننا نتفاداو هذه المسائل هذه ومن اجل الصحه الجسديه ديال المراه. واكيد ان الصحه الجسديه عندها تاثير على الصحه النفسيه عند المراه. كنعرفوا ان امرأتين بين كل 3 نساء معرضين للاصابه بالاكتئاب ما بعد الولاده. اذا غادي نشوف هذه المساله هذه صحبه الاستاذ دكتور حمدي التريعي، استاذ الفلسفه والعلوم الانسانيه، اللي غادي نتحدثوا معاه مع مجموعه من النقاط اللي كتلامس النفسيه ديال المراه ما بعد الولاده. مرحبا بك مجددا سي حمدي. مرحبا بك. نعم. استاذه عزيزه، بدايه حييت المستمعين والمستمعات راديو اذاعه طنجه، ما حييتش الطاقم التقني للبرنامج طبعا اللي كيستحق سي محمد عنيبه. نعم. التحيه، الشكر الجزيل لهم لانهم جنود الخفاء اللي كيساهموا في انجاح اي عمل ما كيتمش بالانسان بشكل فردي، ولكن كتكون هناك واحد الكيب، واحد خليه طبعا. نعم. اولا انا محظوظ ومسرور جدا انني مع الاعلاميه المتميزه الاستاذه عزيزه البزيري، ومع القامه الكبيره في مجال الطب النساء والتوليد الدكتوره ساره اموراق بمدينه طنجه. اذا بدايه نقدروا نقولوا ان الانسان جسد وروح. نعم. لا يمكن أبدا أن نفصل جانب عن جانب آخر. أكيد. الإنسان وحدة كلية لا تقبل التجزيء. إذا فاش كنهضروا على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة بعد الولادة، خصنا نرجعوا لهذه الخصوصية المرأة ككائن طبعا مختلف فيزيولوجيا عن الرجل، وخصنا نراعيو هذه المسألة هذه ديال هاد التغيرات اللي كتحصل في الجسد، وربما كتكون عندها أسباب عديدة وتأثيرات نفسية من بعد. إذا التأثير الجسدي كي يدي بينا طبعا الحديث عن التأثير النفسي اللي كتحس به هاد المرأة، وماشي فقط بعد الولادة،
لان المساله مرتبطه بالبدايه الحمل، نعم. لان كيوقعوا تغيرات هرمونيه من الوحم. من الوحم. تيبدا في البدايه داك الجسم الاصفر كيفرز هرمون بروجستيرون كيغير يعني الحاله المزاجيه نتاع السيده، كيخليها تكون عاطفيه بزاف، يعني اكثر قلق من اي فتره يعني قضاتها مع شريك الحياه ديالها ولا في حياتها كاع ككل. اذا خص يكون عندنا وعي، وهذه رساله لجميع الرجال ربما اللي ما عندهمش هذا الوعي هذا بهذه التغيرات اللي كتحصل للمراه. اذا المراه الحامل كتمر من واحد الخصوصيه. الحمل ماشي مرض، هو ظاهره طبيعيه ولكن عندها خصوصيه. اذا في البدايه الهرمون البروجستيرون كيبقى كيرتفع في الجسم ديال المراه حتى يوصل القمه ديالو، من بعد كيستاغني، كيوقف. يعني فاش كيوقف اولا كيعرف واحد يعني التوقف على الارتفاع، هنا كتوقف داك الاعراض الوحم اللي كتخلي المراه تدخل في عده حالات. اذا جسديا انا تنقول خص يكون عند المراه وعي بشنو تابعها طيله فتره الحمل، تكون عارفه، تكون عندها الاهليه للحمل. بدايه تكون عندها الاهليه الجسديه، يكون لو كور الجسد ديالها فيه مجموعه من المعادن وهذا الشيء ما يتاتى الا بزياره ديال الطبيبه المختصه اللي من خلال ربما الكشوفات المتعدده والتحاليلات البيولوجيه اللي غادي تعرف طبعا اللي كتساعد بزاف واللي اثبتت الان الفعاليه ديالها يعني في تحسين الجوده ديال الجنين ربما. اذا هذا من جهه ثانيه ما يمكنليش وانا كنتكلم على المراه نتكلم عليها كجسم، لان المراه جسد وجسد به روح. اذا احيانا ذاك الروح يعني هي انعكاس لما هو جسدي، والجسدي كيأثر ايضا على ما هو روحي. اذا هاد الاشكال هذا هو اللي كيخلينا نطرحوا علامات استفهام ونقولوا شنو اللي ممكن يخلي المراه تتجاوز كل يعني هاد الاضطرابات الجسديه والنفسيه باش تكون في احسن حال. اذا الان الطب تقدم تطور بشكل كبير، ولاو عندنا تقنيات جديده تكلمت عليهم الدكتوره، لان هذا هو المجال ديالها، طب النساء والتجميل. يعني انا الا عطيتوني الحق في انني نعنون البرنامج ديال اليوم او الحلقه ديال اليوم، ربما نسميها بدون طابو، سون طابو، لان هذا الموضوع اللي ترته الدكتوره موضوع كيطرح نفسه بواحد الشكل قوي، ولكن للاسف النساء ما عندهمش القدره على انهم يتعايشوا معه او لا يبوحوا به او لا يمشيوا ويديروا لا كونسلطاسيون مع ميدسان يعاودوا له. ويكون ربما حتى الرجل على وعي بهذه المساله هذه باش هو يحفز صحيح. اذا كيبقى الدور ديال الرجل دور ريادي في هذه المساله هذه، لان المراه بعد الولاده انا قلت كتعرض للاكتئاب، وهذا الاكتئاب ممكن يزيد. انا هضرت على فتره الحمل وما هضرتش على فتره ما بعد الولاده. اذا ما بعد الولاده مباشره الهرمون الحمل كينقص من جسد المراه، وكيرتفع الهرمون البرولاكتين، هو هرمون الحليب. اذا هذا الهرمون البرولاكتين كيخلي المراه وهي كتقوم بعمليه الارضاع كيخليها تكون مرتاحه، كيعطيها مشاعر ديال الحب، مشاعر الامان، ومشاعر ديال الثقه. اذا هنا غنهضروا على الدور ديال الرضاعه الطبيعيه في الحد من هذا التوتر او من هذا الاكتئاب اللي ممكن يواجه المراه. اذا فالنساء اللي كيرضعوا كيكونوا اقل عرضه من انهم يتصابوا باكتئاب ما بعد الولاده. اذا الرضاعه الطبيعيه عندها دور على المستوى النفسي، ويمكن هذا الشيء اللي ممكن تاكدوا لنا الدكتوره تاع المستوى الجسدي. الرحم تيرجع
المكان ديالو الطبيعي تيبدا يرجع، يعني من بعد ذاك الهبوط ديالو، خصوصا اذا كانت الولاده طبيعيه. هنا الدور الرضاعه الطبيعيه ما كافيش بوحدو، خصنا الدور ديال الاسره في انها تخفف داك الستريس على المراه اللي كتكون يلاه ولدات. مثلا يشجعوها على الارضاع الطبيعي، ما يقولولهاش الحليب ديالك ما كيشبعش، ما عندكش الحليب، صعيب الولد ينعس بلا الحليب الفرماسيان. اذا هذه بعض الجمل اللي ربما كتقتل ذاك الهرمون الطبيعي اللي كيعطي حوايج كبيره بالنسبه للمراه. ثالث حاجه الدور ديال الاستقرار النفسي، ربما لان كنعرفوا انك تعاني مجموعه من ربما من السلوكات اللي ربما غنصردوهم بعجاله، مثلا القلق، عدم الرضا بالذات، صحيح، شعور بالاحباط، خصوصا اذا كان الطفل مازال ما مدربش على انه ياخذ الثدي، الحاله ما الثدي، كتعاني من قله النوم، طبعا النوم متقطع. وكتكون واحد المشاعر كتسمى في علم النفس مشاعر تدميريه عند الطفل، وهذيك المشاعر التدميريه ديال الطفل اللي كتخلي الخوف ديالو غير مبرر، يعني كينقل داك الخوف ليماه وكيعطيها التوتر. الدور الثالث هو الدور ديال الشريك طبعا، وهنا غادي نهضر على هذه المساله اللي هي حساسه بزاف، اللي ربما من بعد الولاده كيف ما عطانا الدين للمراه 40 يوم نتاع النفاس، اذا من بعد هذا النفاس كتدخل المراه في اول علاقه ما بعد الولاده مع الزوج ديالها. اذا هنا الازواج خصهم يكونوا على بال، خصوصا الرجال، على ان هاد العلاقه وهاد الرابور اللي غيجي من بعد الولاده غيشكل واحد الفيصل حاسم في تحديد الوجه هاد العلاقه الزوجيه. اذا ما خصش يكون تجريح، خص يكون تشجيع، خص المراه تحس بانها يعني لا زالت تمتلك القدره على اثبات ذاك الجانب الانثوي ديالها، ومازال القوام ديالها رشيق. دائما خص الزوج يكون كيلعب هذا الدور المحفز، هذا الدور ديال لو بسيكياتر بالنسبه للزوجه ديالو. وللاسف في خلايا الانصات نتائج الانصات كانت كارثيه بالنسبه ربما عندك تجربه في هذا المجال، التجربه مباشره وسمحوا لي غنتكلم على واحد التجربه اللي عاينتها لواحد السيده كتكلم على المشاكل الزوجيه اللي كتعاني منها. تيقولوا لها ربما كتوصل الحاله ان الزوج يتخلى عليها. طبعا الزوج كينعتها بنعوت يعني مشينه ولا تمت الانسانيه بصله، كتخليك ترجع تطرح سؤال: واش فعلا هذاك الانسان اللي كيقول ذاك الكلام للزوجه ديالو سيده موظفه، هو موظف، عايشين بخير، عندهم الدار ديالهم مستقرين، مسكينه كتولد بشكل طبيعي، وقعوا لها تمزقات مهبليه في الولاده الاولى وفي الولاده الثانيه. اذا السيد دائما كيلوم السيده ديالو، كينسى باللي هي احتضنت واحد النطفه ديالو لمده 9 شهور. اذا هذه مساله كتمس المراه بزاف وكتهز الكيان ديالها على المستوى النفسي. اذا رفقا كيف ما كنقولوا، كيف ما جاء في الحديث النبوي الشريف، رفقا بالقوارير. اذا فالحلم الابوه والامومه مسؤوليه كل طرف على حده. اذا خصنا نراعيو هذا مسؤوليه مشتركه بين هذه، ربما هذه دعوه لكل الرجال كيسمعوا لينا. صحيح. وحنا فاش كنتزوجوا حنا المغاربه عندنا واحد المشكل، فاش كنتزوجوا كنمشيو نطلبوا المراه من عند باها، كنقولوا له جينا طالبين راغبين في يد بنتكم. نعم. هذا انا هدف كلمه في يد بنتكم كتطرح لي بزاف ديال العلامات ديال الاستفهام. واش السيد باغي لي خصو يقول جيت طالب راغب في بنتكم كامله الروح والجسد، ما اطلاق الجزء واراده الكل. يعني هنا غتكون فعلا خصنا نغيروا دكتور. واسمح لي غناخذ حنا بزاف تنقولوا اننا خصنا نكونوا اصدقاء حتى إلا ما نجحناش في أننا نكونوا أحباء. خصنا نعرفوا أن هذه المقولة خطأ، لأن الصداقة تتجاوز الحب.
لأن الصداقة تتجاوز الحب، لأن الحب كيكون مبني أحيانا على الأنانية، ولكن الصداقة كيبقى العمود الفقري ديالها هو الصدق. إذا خص لي كوبل يكونوا صادقين، وخص إلى واجهوا هذه المشاكل يلجؤوا لطب النساء والتجميل. طبعا التوليد والتجميل، ويمشيو عند الدكتوره ساره امورات دكتوره ساره ناخذوا محققه نجاح كبير هنا في مدينه طنجه، وعندها القدره على الانصات والقدره على انها تسمع لي كوبل. هادشي اللي محتاجه المراه، هادشي اللي محتاجه المراه. دائما لما كتمشي عند الطبيبه كتلقى ربما الطبيبه انها اذان صاغيه كتستمع ليها وكتقرب منها، حتى المراه كترتاح، واخا ما كتاخذش الادويه، واخا كتخرجوا هي نشطه. في العلاج هو التجاوب اللي كيكون بين النصيحه. الا سمحتي دكتوره، بقات لنا واحد 2 دقائق نقدموها للنساء اللي كيستمعوا لينا. كيف ما اشار دكتور حمدي ان هذه المساله هذه مابقاش طابو، خصنا نتكلموا عليها بحال الوقت. نعم، والحمد لله هذه التقنيه الجديده عطات واحد الامل للنساء باش غتخلق واحد العلاقه وديه ما بين الازواج، لان هذا ما يمكنش ربما نخبعوه، هذه مساله عاديه طبيعيه. نعم صحيح. بالنسبه لهذه التقنيات الحديثه المستعمله، بحال اللي قلنا كتعاون المراه بزاف، كتعطيها الثقه في النفس ديالها، كتعاونها من الناحيه الجسميه، من ناحيه لان ماشي غير التجميل، هو تصحيح الامراض عضويه، يعني داك سلاسل البول والترهلات وداك الشيء كامل، يعني ما كيبقاش ماشي في نطاق التجميل، ولكن كيرجع عضوي، استرجاع الصحه ديالها والجسديه ديالها، تمارس الحياه الطبيعيه بحالها. وبحال اللي قلت بان هذه المشاكل هادو ما يتعايشوش معاهم، يزوروا الطبيب الاختصاصي في النساء والتوليد. وبالنسبه للعمليه مكلفه غير مكلفه، ربما كتحتاج حصص كثيره غير باش هي اون فونكسيون ديال ليكزامان اللي هيدير اللي يقوم به الطبيب، كيتم تحديد عدد الحصص والتقنيه المناسبه للمراه. وان جينيرال 2 ديال الحصص بالنسبه للازير كيكونوا كافيين. داك الساعات كنشوفوا واش غنحتاجوا 3 سيونس ولا لا. بالنسبه لو كونفور اللي كيعطي هذا التقنيات للمراه ما كيكونوش مكلفه بارابور العمليه التجميل اللي كنعرفوها بالنسبه للوجه، بالنسبه للمناطق الاخرى، وكيكونوش مكلفه بارابور للجراحه اللي هي خاصها التخدير وخاصها لا كلينيك وخاصها واحد النهار ولا يومين في الكلينيك. نعم سي حمدي، اسمح لي نسول الدكتوره ساره باعتبارك ممارسه لهذا هذا، اذا واش كاين اقبال؟ واش كيجيو عندك الناس للعياده كيطلبوا هذا؟ واش وعي بالنسبه لطرف النساء؟ نعم، كاين واحد النسبه النساء اللي كيجيو هذا هو لو بوت ديال لا كونسلطاسيون، وكاينين دي فام واحد اخرين اللي كيجيو الحاجات الاعراض اخرى، وملي كنبقى نسولهم على هاد الطابوهات هادو اللي هما كيعتبروهم طابوهات، كنصيبوا بان افيكتيفمون عندهم هاد المشاكل، وكيتم التوعيه ديالهم. كنحاول نفسر لهم بان هاد الشيء ما يتعايشوش معاه، بان كاين العلاج وكاين، يعني الاغلبيه كنبحثوا حنا على هاد المشاكل اللي كيكونوا هاد المنبر كنقولوا لهم ما خصهمش يسكتوا على هاد المساله هذه، هاد الاعراض اللي كيعانيو ويزوروا الطبيب المختص في النساء والتوليد والتجميل. شكرا لك دكتوره ساره اموراق، شكرا لك مدام عزيزه، كرم الحضور على المعلومات القيمه اللي استفدنا منها، وشكرا لك سي حمدي التراعي على المداخله القيمه اللي دائما كتزود بها الساده المستمعين. شكرا لكم اعزائي المستمعين على حسن الاصغاء والمتابعه. لكم تحيه من تحيه محمد عنيبه. عزيزي الجزيري، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.